في الشتاء بنحتاج حاجتين في الأكل، يكون دافي ويكون مغذي في نفس الوقت، وبالذات الأطفال لأنهم بيحتاجوا سعرات حرارية كتير، والسعرات دي لازم تكون من مصدر طبيعي وصحي. فتعالوا نعمل بطاطا بصوص طبيعي وحلو هيعجب الأطفال وهيغذي أجسامهم علشان ألوانه حلوة وكتيرة. هنشوي بطاطا مع بنجر في الفرن، وعلى بال ما نستوي هنكون جهزنا الرمان أو أي فاكهة انتوا أطفالكم بتحبوها. ومن كتر ما البطاطا مغذية وصحية بنديها للأطفال بعد 6 شهور، لأنها غنية بالفيتامينز والمعادن وتعتبر مصدر للنشويات المعقدة الصحية. نجهز الصوص، معلقتين زبادي، ونبشر الرمان اللي سويناه، ويستحسن يكون مشوي مش مسلوق علشان ما يفقدش المعادن والفيتامينز بتاعته. نقلب كويس، وبصوا اللون الوردي الخطير اللي بيبقى في الصوص ده بيعجب الاطفال جدا. ولو عايزين تزودوا البروتين استخدموا زبادي يوناني. هنضيف الصوص على البطاطا ونزينها برمان او فراوله او كيوي. كل ما تزودوا الوان في اكل الاطفال اجسامهم هتستفيد اكتر، لان كل لون بيعبر عن حاجه معينه وبيفيد الجسم بطريقته. وممكن في الخطوه دي تخلوا اطفالكم يساعدوكم انهم يزينوا البطاطا بتاعتهم زي ما بيحبوا. واللذيذ ان كل المكونات دي تقدروا تغيروا فيها بسهوله. عملت البطاطا التانية بنوع تاني، استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا عملتها بايه. جربوها مع اطفالكم وقولوا لي لو اطفالكم بيحبوا البطاطا او لا، وقولوا لي بتحبوا تضيفوا ايه على البطاطا. وبالهنا والشفا.